مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا الخبر الجديد على قناتكم مغرب شكل. هذا عنوانه: قانون جديد سيطبق على سفن الصيد في المغرب والغرامات بالملايين. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم اشتراك باش تكون انت الاول اللي كيتوصل بالاخبار المغربيه دائما. الى التفاصيل. مقتضيات قانونية جديدة أدخلتها الحكومة على القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد البحري ومباشرة بنائها وترميمها بهدف تدارك النواقص التي تتخللها، لا سيما فيما يتعلق بعدم تحقيق المقتضيات المعمول بها حاليا والردع الواجب في حق مخالفها، بحسب ما جاء في مشروع قانون رقم 57/22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59/14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. فإن بضع سنوات من تطبيق القانون الحالي أظهرت أن هناك بعض النواقص والإكراهات التي يجب معالجتها، أولها ضعف العقوبات المنصوص عليها عند معاينة البناء غير المرخص وعدم تحقيقها الردع الكافي، وكذلك غياب أحكام تهم حالة العود. ويعاني القانون الحالي أيضا بحسب ما جاء في مشروع قانون تغييره وتتميمه والذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القربية والصيد والمياه والغابات، يعاني من اعتراء مسطرة الحجز والمصادرة وإتلاف سفن الصيد بعض النواقص التي يجب مراجعتها، إضافة إلى عدم تحديد قائمة أوراش بناء سفن الصيد وعدم توضيح المعلومات التي يجب تضمينها في سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء.